وانت بتشطب شقتك محتاج تعمل لوح تنفيذيه ولا مش محتاج 2 دي؟ لا، محتاج تعمل لوح تنفيذيه ضروري جدا. احنا بنشتغل على 6 لوح تنفيذيه المفروض بنشتغل عليهم اثناء العمل في مرحله التشطيب. في 3 لوح بنديهم لحضرتك في اول حاجه اثناء المعاينه بعد عمليه المعاينه. اول لوحه تنفيذيه هي رفع المقاسات من الموقع، رفع مساحي بالظبط لكل فراغ موجود في الشقه. تاني لوحة بنشتغل عليها هي لوحة التعديلات المعمارية، ودي بتبقى بناء عن اختيارات العميل او اختيارات الكلاينت بالطريقة المناسبة، زي فتح مطبخ امريكان او تعديل حمام ماستر او توسيع بلكونة او غيره. كل التعديلات اللي بتتم داخل الشقة دي بتبقى رقم 2 في اللوحة التنفيذية. رقم 3 دي لوحة الفرش أو لوحة توزيع العفش لكل فراغ موجود داخل الشقة، واللوحة دي بتبقى مهمة جدا عشان تحدد لنا أماكن السراير، أماكن الدواليب، أماكن الفرنتشر، بكل ما حاجة موجودة في أنتريه، في ركنة، في كل الكلام ده بنبدأ نوزع عليه لوحة العفش. عندنا اللوحة الرابعة ودي لوحة توزيع الحمامات وتوزيع السباكة وتوزيع الكهرباء، علشان خاطر كل باريزة أو كل مفتاح موجود في مكان معين بيتم استغلاله بالطريقة المناسبة وعدم إهدار أي خامات أو أي حاجات مش موجودة. يعني عندك مثلا لو ورا دولاب مش هعمل باريزة، أو مهم جدا إن أعمل باريزة مكان الكومود أو فوق الكومود في الجنبين جنب السرير. في حاجات مهمة جدا هتقدر نستغلها بطريقة مناسبة، وحاجات تانية مش هتكون ليها لازمة فما مش هنحطها جوه اللوحة التنفيذية اللي احنا بنشتغل عليها. اللوحة الخامسة وهي لوحة توزيع الجبسن بورد بالطريقة المناسبة، سواء انت هتعمل فيلات مثلا في الريسبشن والحمامات والمطابخ، او هتعمل بيت نور في الغرف. كل مكان للجبسن بورد بيتم استغلاله بالطريقة المناسبة في لوحة التنفيذية للجبسن بورد. هتعمل بيت نور على الحيطة، او هتعمل هيدلايت، او هتعمل كل حاجة للجبسن بورد بتكون موجودة بطريقة شيك. كمان عندنا لوحة توزيع الكهرباء داخل الجبسن بورد، يعني بنقدر نوزع الكهرباء بناء عن اماكن الفرنتشر بالطريقه المناسبه لتوزيعات الكهرباء في الجبسن بورد. عندنا بقى اللوحه الاخيره ودي لوحه تنفيذ التكييفات، يعني كل مكان للتكييفات، سواء هو باك تو باك او سواء هيكون تاسيس فريون، بنبدا نوزع المكان المناسب للتكييف علشان خاطر نبدا نطلع كل حاجه في المكان المناسب. يعني انت كده وانت بتشطب شقتك لازم تعتمد على ال2 دي علشان خاطر يقدر يطلع كل حاجه في مكانها المناسب وما يحصلش فيها اي مشاكل بعد كده. وبكده يبقى عرفنا ايه لازمه ال2 دي او اللوح التنفيذيه لكل شقه بتتشطب.